بص بقى يا وحش، العالم ده متقسم اتنين، ناس بتكتب التاريخ وناس بتقراه. لو انت راضي تكون مجرد كومبارس بيتفرج على نجاح غيره ويسقف له، يبقى اقفل الفيديو ده فورا. انما لو عايز تعرف ايه اللي خلى فقير يبقى ملك، وايه اللي خلى اليوتيوبر اللي بدأ من الصفر يبقى اسطورة، يبقى ركز معايا في كل ثانية جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فيديو جديد من فيديوهاتنا التحفيزية. نتمنى تركزوا وتعرفوا كل كلمة بتتقال، تركزوا فيها. يا أهلا، يا أهلا بيك يا بطل، يا بطل في عالم اليوتيوب. بص بقى، سيب اللي في ايدك وركز معايا عشان الكلام ده بفلوس. انت فاتح يوتيوب عشان تبقى نجم، ولا عشان تعمل قرشين، ولا عشان عندك رسالة؟ ايا كان هدفك، لو فاكر ان الزرار السحر هيخليك ترند بكرة الصبح، يبقى روح نام احسن. اليوتيوب ده نفس طويل، يا تكمل وتاكل الجو، يا تقع والريتش يدفنك وانت عايش. انت اول ما بدأت كنت فاكر ان اول فيديو هيجيب لك مليون مشاهدة، صح؟ ولما جاب 10 مشاهدات، منهم 3 منك و2 من والدتك و5 من اصحابك، جالك اكتئاب. اسمعني كويس، اليوتيوب مش بيحب الناس المدلعة. الخوارزميات بتاعت اليوتيوب دي عاملة زي البحر، ما بيحبش الا الغطاس الشاطر اللي نفسه طويل. الاستمرارية مش انك ترفع فيديو كل شهر، الاستمرارية يعني لو الدنيا اتهدت الفيديو بتاعك ينزل في ميعاده. الصبر هنا مش رفاهية، ده اساس اللعبه. في وحوش على اليوتيوب بدأوا بامكانيات ضعيفه جدا. مستر بيست اكبر يوتيوبر في العالم، عارف بدأ ازاي؟ قعد سنين بيصور فيديوهات تافهه في اوضته، ما كانش حد بيعبره، كان مهووس بيفهم اليوتيوب شغال ازاي. الراجل ده ما فشلش يوم ولا اتنين، ده قعد سنين بيحفر في الصخر لحد ما لقى العرق اللي جاب له الذهب. ما كانش معاه ميزانيه، كان معاه اصرار يهد جبال. كابي الراجل بتاع التيك توك واليوتيوب اللي ما بيتكلمش ده، كان عامل في مصنع وطردوه وقت الكورونا. بدأ بظروف تصوير تحت الصفر ومن غير ولا كلمة، بقى أغلى وجه إعلاني في العالم. ليه؟ عشان كان مختلف وما زهقش، فضل ينزل لحد ما الدنيا كلها عرفت وشه. مارك روبر ده مهندس ناسا اللي ساب الفضاء علشان يوتيوب، فضل يحاول ويبتكر في المحتوى سنين عشان يوصل للخلطة اللي تشد الناس. النجاح ده مش هبد، النجاح تفكير وصبر. عايز توصل وتنجح؟ اسمع الثلاث حاجات دول. طور من نفسك، يعني لو الفيديو بتاعك 100 زي الفيديو بتاعك الاولاني رقم 1، يبقى انت بتضيع وقتك. غير في المونتاج، غير في الكلام، غير في الاضاءة، ان شاء الله حتى بلمبة جاز، المهم ما تثبتش مكانك. تاني حاجة، ارمي كلام الناس ورا ظهرك. اللي بيضحك عليك النهاردة هو اول واحد هيطلب يتصور معاك بكرة لما تنجح. تالت حاجة، حب اللعبة. لو بتعمل فيديوهات علشان الفلوس بس هتزهق بسرعة. حب المحتوى بتاعك، خليك صنايعي شاطر في حتتك. الميدان يا حمدان، اليوتيوب مليان قنوات ميتة لأصحابها اللي نفسهم قصير. انت بقى مين فيهم؟ هل انت اللي هيتكتب اسمه في التاريخ، ولا اللي هيتمسح مع اول تحديث؟ قوم دلوقتي، صور، منتج، نزل، وما تنساش نتيجة بكرة. الرزق بيحب الخفية، والنجاح بيحب اللي يعافر. بص يا بطل، الفيديو خلص، بس حكايتك انت لسه بتبدأ. انا مش هنا عشان اطبطب عليك ولا اقول لك معلش، انا هنا علشان اكون الصوت اللي بيرن في دماغك لما تكسل. لو لسه بتسمعني لحد اللحظة دي، يبقى انت فعلا عندك النفس الطويل اللي اتكلمنا عنه. الناس اللي نجحت وبقت فوق مش احسن منك في حاجة، هم بس صدقوا نفسهم وعفروا لما الكل انسحب. دلوقتي عندك مهمة واحدة، انزل في التعليقات واكتب لي انا بدأت، واكتب جنبها الهدف اللي هتوصله ان شاء الله. خلي الكومنت ده شاهد عليك قدام نفسك، وكل ما تكسل ارجع اقراه. ولو عايزني اكون جنبك في الرحلة دي وافوقك كل شوية بكلام سواء كده او كده في مجالك، اضرب اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس، علشان الجرعة اللي جاية هتكون اشد. العالم ما بيفتكرش اللي حاولوا وما كملوش، العالم بيفتكروا بس اللي وصلوا. اشوفكم في فيديو جديد وفي نجاح جديد. سلام يا وحوش.